السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة مع شيف دينا أبو الفتوح. النهاردة هنعمل كيكة قدرة قادر الخطيرة جدا، تحفة، لازم تجربوها. وبعدين بسيطة وسهلة، الناس اللي كانت بتخاف انها تعملها هتعملها معايا بمنتهى السهولة. كمان انا عاملة حجم عائلي، مش عاملة حجم صغير. يلا بينا ندخل على المقادير والوصفة ونشوف احنا عملناها ازاي النهاردة. اول حاجة كده معايا هعمل الخليط بتاع الكيك نفسه. هعمل ايه؟ معايا هنا كوبايتين من اللبن، هحط عليهم كوباية سكر، 2 بيضة، وهحط عليهم كوبايتين من الدقيق، ونص كوباية من الزيت، وكمان هحط شوية من الفانيليا بسيط جدا. كل المكونات دي هتتضرب مع بعضها، وهسيبلك طبعا كل الخليط ده في صندوق الوصفة علشان ترجعي له لو انتي حابة تصوري المقادير. المقادير بتاعت النهاردة للكيك نفسه هنقولها تاني. هي عبارة عن 2 كوباية من اللبن، 2 كوباية من الدقيق، 2 بيضة، وهنحط معلقتين من الكاكاو الخام، ورشة فانيليا، وبس كده. هي ده الخليط اللي معانا النهاردة بتاع الكيك. نضرب كل الخليط ده كده مع بعضه. طبعا هنضيف دلوقتي الدقيق ونضرب كده الخليط ده مع بعضه، وبعد كده هنبدأ نشتغل في الخليط التاني بتاع الكراميل. نحط كده تاني كوباية دقيق. طبعا احنا حطينا اول واحدة من شوية، دلوقتي التانية. مقادير بسيطة وسهلة جدا، وهتنفذيها وهتنجح معاكي وما تخافيش منها ابدا. يعني في ناس كتير سألتني ازاي الكيك ده بيطلع بالشكل ده. يا سبحان الله، هو اسمه قدرة قادر، فهو حلو جدا الكيك ده. طبعا هنضيف معلقة من البيكنج باودر او كيك شيف، في اي نوع عندك تحب تحطيه مفيش مشكلة، بيكنج باودر اي حاجة. طبعا احنا حطينا معلقة من الكاكاو. اول مرة حسيتي ان اللون مش عاجبك، حسيتي ان اللون هيبقى فاتح قوي، تضيفي المعلقة التانية. دلوقتي هندخل نعمل الكراميل. معايا هنا كده ربع كوباية من السكر، ما تحطيش كتير. هنحط عليهم معلقتين من المية بالظبط، وهنسيبهم يتكرملوا على النار. وبعد ما بتتكرمل بالشكل ده هنجيب الصينية اللي احنا هنستعملها النهاردة في الكيك بتاعنا ده، وهنبدأ ان احنا نحطها فيها على طول، عشان انا حابة انها تبدأ تتماسك. ما تضيفيش في الخطوة دي ليمون خالص، عشان احنا عايزين اصلا الكراميل يمسك في الصينية. لو في اي حتة في الصينية ما فيهاش كده كراميل، تقدري ان انت توزعيها بالمعلقة او توزعيها زي ما انت شايفة كده. حركت الصينية شوية يا دوبك يمسك، ونبدأ على طول ان احنا نشوف الخليط بتاعنا التاني هنعمل فيه ايه. خليط الكراميل بتاع النهاردة هيبقى معايا هنا كده كيلو كامل من اللبن، او كيلو وربع بالظبط. هنحط عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا، وهنحط عليهم كوباية كبيرة من السكر، وهنضيف 5 بيضات، ونبدأ ان احنا نضرب الخليط ده كله كده مع بعضه. طبعا كل المقادير زي ما قلت لكم هسيبها لكم في صندوق الوصف. نضرب الخليط كويس. اهم حاجة في الخطوة الجاية دي كلها ان احنا نجيب الخليط ده ونصفيه كويس جدا، مش عايزين فيه اي حاجة. هنحطه كده في الصينية، شايفين كده بيطلع منه شوية حاجات كده من البيض. وعلى طول نبدأ ان احنا نحط الكيك بتاعنا. هنحطه بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي معايا كده. شايفين كده الخليط بتاعنا اهو كده. ما تخافوش، ده هيتفصل خالص عن بعضه، وهتبقى قدرة قادر زي ما انتوا شفتوها كده بالظبط، وهتشوفوها دلوقتي معايا وهي في الفرن كمان. طبعا اهم خطوة لازم تعرفيها ان الصينية دي داخلها صينية تانية، وطبعا حطينا فيها مية. يعني ايه؟ يعني لازم الكيكة دي تستوى على حمام مائي بخار زي ما انتوا شايفين كده. هنحط كده مية تكون سخنة بتغلي، لازم مية سخنة بتغلي، ونحط جواها كده الصينية، ونبدأ ان احنا ندخلها الفرن تستوى.
ده كده شكلها وهي بدأت تدخل خلاص في السوا. على فكرة ممكن تشوفيها بخلة سنان ان طلعت معاكي سائلة كده ما استوتش، ان طلعت ناشفة خالص كده استوت. زي ما انتوا شايفين طلعت من الفرن، قلبتها على طول، ما بستناش ان هي تبرد على فكرة، لاني واثقة جدا من المقادير بتاعتها. فقلبتها على طول عشان تشوفوها وهي سخنة. وكمان ان شاء الله هسيبها لحد ما تبرد باذن الله، ونبدأ بقى ان احنا ناكلها باذن الله. ده كده شكلها. هبدأ ان انا ازوقها باي حاجة عندي المتوفر عندي، جوز هند، فستق، بندق، اي مكسرات، اي حاجة تحبي تحطيها، لوز، اي حاجة. بتكون شكلها لطيف جدا لما بتتزوق كده من على الوش، جميلة جدا سبحان الله. زي ما انتم شايفين كده بتفصل خالص عن بعضها. اللي يشوفها قبل السوا يقول لا الاتنين كده هيختلطوا في بعض ومش هيحصل الانفصال ده خالص، لا، هي بتبقى تطلع طبقتين زي ما انتم شايفين كده. نبدأ بقى نزوق بجوز الهند الجميل اللطيف جدا، وبألف هنا وشفا. وجربوها، واللي تجربها تعرفني وتسيب لي الصور بتاعتها، علشان ان شاء الله هنعمل مسابقات كتير قوي للبنات اللي بتنفذ الوصفات وبتنجح معاهم. شايفين كده قد ايه جميلة وطرية وحلوة جدا. دلوقتي انا كده قطعتها، لا تقاوم يا جماعة، لا تقاوم بجد، ما ينفعش ان احنا ما ناكلش منها. بألف هنا وشفا ان شاء الله اللي يجربها. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد.